بقي مجلس النواب. نحن الآن لا يوجد لدينا برلمان، وبالتالي من حق الرأي العام اللي كان بيتصل عن علمه بوقائع الفساد اللي متضمنها تقرير جهاز المركزي للمحاسبة من خلال تداولها في البرلمان وإتاحتها للرأي العام، هذه الحلقة مفقودة. فأنا وجدت أنه من واجبي ولزاما علي إعمالا لحكم الدستور والقانون أن أعلن ما توصل إلينا من وقائع فساد للرأي العام. طب هسأل حضرتك، هل المطالب أن حضرتك تعلن ده على الرأي العام المصري أم الرأي العام العالمي؟ لا لا لا، أنا بخاطب الرأي العام المصري، لا شأن لي بالرأي العام العالمي. لماذا تواجدت وكالات أنباء ومحطات تلفزيون ومحطات إذاعية أجنبية؟ من ضمنها فويس اوف أمريكا، من ضمنها الجزيرة، من ضمنها لا لم يسمح لأي محطات أجنبية، قد تكون نقلت عن الإعلام المصري، لكن كان تعليماتي واضحة بأنه الإعلام الوطني هو المسموح له فقط بتغطية أحداث المؤتمر. يعني ده حضرتك كان تأكيد، كان في تعليمات مؤكدة؟ كان في تعليمات بأنه الإعلام الوطني فقط هو المسموح له. هذه قضايانا الداخلية.